السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، توج ريال مدريد الإسباني بكأس العالم للأندية المغرب 2022 عقب تغلبه في النهائي على الهلال السعودي ب5 أهداف مقابل 3 في المباراة التي احتضنها ملعب أمير المؤمنين عبد الله بالرباط يوم السبت. ولم يمهل ريال مدريد خصمه دقائق كثيرة من أجل الدخول في صلب الموضوع بهدف في الدقيقة 13 من فينيسيوس جونيور عقب تمريرة من كريم بنزيما. وصنع الفريق الملكي لاستغلال دهشة البدايات بالنسبة لخصمه من أجل تعزيز الغلة ليكون له ذلك في الدقيقة 18 عبر تسديدة قوية من فيدريكو فالفيردي. وبدأ الهلال السعودي الدخول في أجواء المباراة صانعا بعض الفرص التي لم ترتقي لدرجة الخطورة قبل أن ينجح موسى ماريغا في الحفاظ على أمال فريقه في العودة بهدف انفراد مع مرمى الميرينغي في حدود الدقيقة 26. وتواصل الأخذ والرد بين الطرفين في بقية الدقائق، حيث سعى الهلال لتعديل مقابل فرص من الرجال حاول كل من خلالها زيادة الغلة لكن دون جديد يذكر. وكان الشوط الثاني عنوانا لإثارة بين الطرفين وامتداد لما حدث في الفصل الأول، حيث أحرز ريال مدريد الهدف الثالث عبر كريم بنزيما في الدقيقة 54 عقب تمريرة على المقاس من فينيسيوس جونيور. وواصل الفريق الملكي سيطرته على المباراة محرزا الهدف الرابع في الدقيقة 58 عبر فالفيردي الذي تلقى تمريرة من داني كارفاخال المستغل المساحات الفارغة في الجهة اليمنى. وأبدى الفريق السعودي شجاعة كبيرة في مواجهة النادي الملكي حين انسل لوسيانو فيتو من الجهة اليمنى منفردا بالمرمى الريال ووضع الكرة فوق الحارس لولين معلنا ذلك عن ثاني أهداف الهلال في الدقيقة 63. وسرعان ما رد ريال مدريد على خصمه بهدف خامس في الدقيقة 69 عبر فينيسيوس الذي استغل الأخطاء الدفاعية الكثيرة للهلال بعد وضعه الكرة في أقصى الزاوية اليسرى للحارس السعودي. وضاعف الفريق السعودي متعة المواجهة بهدف ثالث بعد انسلال لميشيل ديغرادو وتمريرة لفيتو الذي يراوغ ناتشو ووضع الكرة في الشباك الفارغة في الدقيقة 79. وبذلك توج النادي الملكي بلقب الخامس في المسابقة بعد أن سبق وأحرزها سنوات 2014 2016 2017 2018 و2022. كان هذا كل ما يخص حلقة اليوم. المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا. سلام الله عليكم.